اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، كل سر مكشوف لديك وكل عيب لا يخفى عليك. ما أعظم شأنك وما أجمل ما نرى من واسع ملكك. يا رب، اجعل القرآن العظيم ملجأنا ودواءنا، واجعل حسن ظننا بك شفاءنا، فأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم استرنا على وجه الأرض وارحمنا في بطن الأرض. اللهم اغفر لنا حين نقوم أمامك غدا يوم العرض. يا صباح النور على الحلوين، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم الصحه وفي راحه بال. جايه لكم النهارده بقى بيوم حلو كده ان شاء الله يعجبكم باذن الله. فيديو النهارده كده فيديو الصباح الباكر. تمام، صاحيه بدري، انجزت حاجات كتيره. نزلت كده جبت حاجات يعني للبيت، يعني مشتريات للبيت، وجبت كمان معايا فاكهه. يعني بصوا، انجزت حاجات ياما قوي قوي قوي. طبعا انا يعني قمت من النوم طبعا، وفي حاجات بقى عملتها كده ايه، يعني روقت كده الاوض سريعا، يعني انجزتها. وقلت بقى كده اشارك معاكم فيديو خفيف، فيديو ان شاء الله كده يعجبكم باذن الله، وتاخدوا بقى منه طاقه وباور ونشاط. طبعا زي ما انتم شايفين كده، بدات معاكم الاول بكوب النسكافيه. عملته كده معاكم، يعني قلت اشاركه معاكم برضو، لان في ناس كتيره بتحب الفقره دي. في ناس بتحب فقرة الفطار كمان. فبس النهاردة انا مش هشارك معاكم فطار ولا حتى غدا، النهاردة روتين خفيف. هنغسل المواعين، هنرتب كده المطبخ. جبت كان جوزي كان جايب فاكهة قبلها بيوم، كان جايب جوافة وكان جايب عنب، وما شلتهمش بصراحة. كنت حطاهم يعني ايه، وما شلتهمش في يعني في اطباق الفاكهة، يعني كان في الكيس، فقلت احطهم. قمت بقى الصبح زي ما قلت لكم كده، نزلت اشتريت شويه حاجات كده يعني للفطار وللولاد وكده، وفطرنا بقى. وبعد كده بقى قلت ايه، ادخل بقى على المطبخ كده. كنتش لسه شربت النسكافيه، فقلت اشاركه برضو ايه معاكم، انا عارفه انتوا بتحبوه. وهنشوف بقى كده ايه، هنعمل كام حاجه. كان عندي برضو غسيل، غسلته، هنشر برضو معاكم. فان شاء الله النهارده روتين خفيف كده، يعني حلو صغنون كده، يعني تفاصيله صغنونه، بس ان شاء الله كده يعجبكم، ويعني تستمتعوا كده بالمشاهده بيه. طبعا انا برحب بكل اخواتي اللي انضموا في القناه، بجد انا بحبكم جدا، شكرا جدا لثقتكم فيا، وبجد انتوا نورتوني في القناه. ويا رب كده يجعل يا رب زيادتنا كلها في الخير، وبكل حب وبكل ود، وان شاء الله كده تحبوني وتستمتعوا بكل فيديوهاتي، وان شاء الله كده عيلتنا تكبر اكتر واكتر. طبعا اخواتي اللي على طول مشرفيني في القناه، على طول بيتفرجوا على فيديوهاتي، انتوا بجد اخواتي فعلا، ومش كلمه وخلاص بتتقال، لا انتوا فعلا اخواتي. انا بحس ان انا ليا سند وظهر. اي نعم، من النت واليوتيوب والحاجات دي يعني ممكن نقول ده عالم افتراضي، يعني انا انتوا من خلال الشاشه بتتفرجوا عليا، وانا من خلال الشاشه بقرا كومنتاتكم وبشوف تعليقاتكم اللي بتكتبوها. بس بجد يعني الاحساس اللي جوايا ده بجد، ده فعلا انا برغم ان انا مش شايفاكم، بس فعلا بحس ان انا ليا اخوات، ولو انا احتجتكم في اي حاجه انتوا مش هتتاخروا عني، وهتبقوا واقفين جنبي على طول. وعلى طول بستفاد منكم، بستفاد من ارائكم الجميله. لما بسالكم في حاجه ما بتتاخروش عني بصراحه، وتقولوا لي تعليقاتكم. سالتكم من كام فيديو كده على موضوع الريسبشن اجدد، بصراحه انتوا فدتوني جدا جدا جدا. قلتوا لي اعملي ايه، بجد يعني استفدت. وقبل كده برضو كنت سألتكم على السجاد واغسل واعمل، برضو استفدت بجد. انا كل يوم يعني كل ما بنزل معاكم فيديو انا فعلا اللي بستفاد. لو انتوا شايفين ان انتوا بتستفادوا مني، دي حاجة برضو يعني بجد يعني مفرحة اكيد قلبي، يعني بسطاني جدا، ومخلياني كده ان انا ايه ده، انا ليا رأي. انا في ناس بتهتم برأيي، بتهتم بافكاري، بتهتم باللي انا بقدمه، وحابين الافكار. فانا عايزه اقول لكم في المقابل انا كمان بستفاد منكم
كلكم بتقولوا لي اراء حلوه، بتقولوا لي افكار حلوه، انا باخد رايكم فيها وبسالكم فيها، وانتوا كمان بتقولوا لي يعني في ناس يعني ما شاء الله اللهم بارك، يعني مخكم حلو قوي، يعني بتجتهد وبتقولي اعملي ده واعملي ده ومش عارفه ايه. فبجد لا يعني انا بستفاد، يعني ما تفتكروش ان مجرد ان انا لما بنزل فيديو انتوا بس، لا انا كمان بستفاد. انا كيوتيوبر مثلا بنزل محتوى كل غرضي ان انا افيدكم، اشجعكم، انشطكم، اديكم افكار حلوه، امتعكم بالفيديو، اخليكم كده يبقى فيه استمتاع للفيديو، وان شاء الله يبقى فيه تطوير اكتر في القناه وفيديوهاتي تبقى مطوره اكتر واكتر باذن الله يا رب. طول ما انتوا معايا، طول ما انتوا في سندي وفي ظهري، بجد انا مش عايزه حاجه تانية خالص. يعني انتوا بالنسبه لي يعني بالعالم وما فيه، يعني بامانه ربنا. طبعا اكيد بعد يعني اسرتي او عيلتي، اكيد انتوا عيلتي. بصوا يعني انا ليا عيله، انتوا العيله التانية، انتوا العيله الكبيره، العيله اللي هي بجد اخوات. يا رب دايما نبقى مع بعض طول العمر، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انتوا شفتوا بقى انا عملت نسكافيه، وكان عندي بقى ايه مواعين كانت عايزه تترص، وكانت في مواعين عايزه تتغسل زي ما انتم ما شايفين. طبعا يعني كل يوم احنا بنعمل كده، مش كل يوم وبس، ده كل شويه وكل لحظه وكل ساعه وكل ثانيه. طول ما البيت فيه ناس، في اولاد، في اشخاص، في حياه. فطالما في حياه هيبقى في اكل، في شرب، في لبس، في حاجات كتيره، في بهدله وفي نظام. يعني انت مش هتحسي بجمال الحاجه غير لما تتبهدل، عشان لما تيجي تنظميها تحسي بقيمتها وتحسي ان انت مبسوطه. يعني تخيلي كده ان انت قاعده، مفيش قاعده في نظافه وفي بيت نظيف ومنظم ومرتب، بس ما بيتبهدلش، يعني ده دليل ان مفيش حياه في البيت. فربنا يا رب يكرمنا كده كلنا، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يخلي لكم ولادكم ويحفظهم يا رب كده من كل شر، وتحققوا كل اللي نفسكم فيه، كل احلامكم وكل طموحاتكم. ويا رب كده كلنا كده نبقى كلنا كده مبسوطين ومرتاحين في حياتنا، ويمتعنا يا رب، اللهم امين بالصحه يا رب. اهم حاجه الصحه بنت والله، يعني الصحه دي فعلا لو حطيتوها كده في الحسبان اهم حاجه. انا لما كانت تيجي عليا فترات ببقى تعبانه، احس ان انا مش يعني انا بيجيلي انا كمان مشكله ان انا عندي الجيوب الانفيه بتتعبني. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان انا لما تكون نفسيتي تعبانه انا بتاثر جامد جدا. يعني انا بيجيلي تعب في هيئه صداع ووجع في الجسم. لما بحس ان انا متضايقه، بحس ان انا مش مبسوطه، في حاجات بقى على طول بتضايقني، في كعبله، في حاجات كده، بجد ببقى بحس بخنقه، وكمان بيعود عليا بجانب تعب او مرض او في هيئه صداع زي ما قلت لكم. فالواحد بجد يعني يحمد ربنا على الصحه، وان شاء الله كده يعني لو يحط كده في كل واحد، يحط في دماغه ان يعني يعمل اللي عليه والباقي على ربنا. يعني انت اسعى وحاول وعافر واعمل كل ما بوسعك، واللي تقدر عليه، واللي ما تقدرش عليه سيبه بقى. يعني ده ربنا كاتب لك كده، يعني ربنا هو قايل لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. يعني انت اعمل اللي عليك، واكيد ربنا بقى هو اللي هيعمل لك الباقي، يعني او هو اللي شايف لك الاصلح ليك. لو حاجه خير هيقربها منك، حاجه وحشه او شر هيبعدها عنك. طول ما انت كده حاطط، او يعني كل واحده فينا كده تحط في دماغها ان انا بعمل اللي عليا، سواء انت بقى بتربي ولادك، تعلمي ولادك، فاتحه بيت، مسؤوله من زوج واسره ومسؤوله من حاجات كتيره، بتشتغلي ما بتشتغليش، معاكي عندك ايا كان مستواكي ايه، ايا كان انت ايه تفكيرك، انت ربنا عطاكي قدرات معينه عشان عارف ان انت تقدري تستحمليها وتقدري تتحملي المسؤوليه. غيرك ممكن يكون مش عاطيه المسؤوليه زي بتاعتك، بس واخد منه حاجه وعطيه حاجه. يعني احنا ربنا مساوينا كلنا. في اللي عطيله الصحه بس مش عطيله المال، فاهمين؟ في اللي عطيله المال مش عطيله الصحه. يعني ما هو انا دلوقتي لما ربنا عطيني المال مش عطيني الصحه، ممكن تكون المال ده هو اللي بيخليني اقدر اعيش، ان انا اصرف، اجيب علاج، اجيب ادويه، اجيب. ممكن يكون عاطيني الصحه مش عاطيني المال. ما هو بيقول لي لو انت كنتي تعبانه كنت تخيلي بقى انت معكيش المال ومعكيش الصحه، فيعني الاتنين مع بعض كنت هتتعالجي ازاي؟ فاهمين قصدي؟ يعني الواحد فعلا لو يتامل كده في حكمه ربنا، ويتامل في كل اللي ربنا عطيهوله من نعم ومن حاجات كده جميله، بجد هيحمد ربنا وهيشكر ربنا على كل حاجه هو فيها.
معلش دوشتكم، بس بجد انا بحب اتكلم معاكم، بحب كده نتناقش كده في حاجات كتير. طبعا امبارح اتبسطت جدا من فكرة التحويش، ان احنا نعمل كده كل فترة كده، نشيل يعني عامة يوميا زي ما قلنا، واخر الشهر كده نجيب بقى كل اللي نفسنا فيه. وزي ما قلت لكم انتوا ممكن يعني تحوشوا المبلغ ده، وكل شهر تدخلوا بيه جمعية، تقبضوا جمعية حلوة، حتى لو 3000 جنيه 4000 جنيه 2000 جنيه، لو حاجة بسيطة وجبتوا لنفسكم حاجات بجد هتنفعكم. يعني انا مثلا ايه، انا واحده بتشتغل مدرسه، بروح مدرسه، محتاجه ان انا اجيب بقى ايه، عشان انا مدرسه مثلا بحكم ان انا بنزل كل يوم، محتاجه طبعا لبس كتير، محتاجه ان انا اجيب حاجات مثلا عنايه بالبشره، بنزل في الشمس، او مثلا بنزل في الساعه كريمات، عايزه مرطبات. يعني ده انا بتكلم عن نفسي انا شخصيا، يعني انا كآية مثلا، سيبك بقى ان انا ام، وسيبك ان انا عندي اطفال، وسيبك البيت ايه محتاج، انا بتكلم على ان انا بني ادمه محتاجه ايه، محتاجه ازازه برفان حلوه، محتاجه مثلا يعني شنطه معينه، طرحه معينه، شوز مثلا معين. المهم ان انت ايه لو تحطي كده، حطي كده في دماغك، سواء بقى كنت بتشتغلي او ما بتشتغليش، على فكره هو بس على حسب انت محتاجه ايه. ما انت ممكن تكوني ما بتشتغليش، ما بتنزليش كتير، يعني نزولك قليل، بس بتقعدي كتير في البيت، فبتبقي محتاجه مثلا لبس كتير في البيت. فاهمين قصدي ايه؟ ممكن انت مثلا تكوني محتاجه من النوع اللي بتحبي المنظفات، وبتحبي يعني العنايه الشخصيه، السكين كير والحاجات دي، فبتجيبي، انت عايزه تجيبي، فما تحرميش نفسك من حاجه. انت حوشي وجيبي ومتعي نفسك، جيبي كل اللي نفسك فيه على قد ما تقدري، من غير ما تضري ميزانيتك، ومن غير ما تيجي على بيتك وعلى اولادك، والدنيا تبقى معاكي تمام. طب يا ايه، احنا ما بنقدرش نشيل، يعني انا ممكن اشيل، حد بيشيل، في حد ما بيقدرش. شيلي ولو قليل. يعني عايزه اقول لكم انتوا لو شايلين، لو كل يوم، يعني هقول لكم ايه، شلتوا 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه، اقل حاجه هتشيلوها على اخر الشهر هيبقى معاكم، حتى لو 200 300 جنيه هيبقى معاكم المبلغ ده. المبلغ ده تقدروا تعملوا بيه كل اللي نفسكم فيه. يعني انتوا لو على اخر الشهر لقيتوا معاكم 200، لقيتوا معاكم 100، ممكن ال100 دي تروحي تجيبي بيها حاجه، ممكن تشيليها للشهر اللي بعده وتجيبي حاجه. فاهمين؟ انتوا حاولوا ان انتوا تعملوا كل اللي نفسكم فيه. طبعا اللي يقدر يشيل اكتر من كده واحسن من كده يشيل. اللي بتشتغل عايزه تشيل مره واحده من مرتبها او من فلوسها تشيل. كل واحده ادرى بحياتها، وكل واحده ادرى هي تقدر على ايه وايه اللي تقدر تعمله. بس اهم حاجه الهدف واحد، ان احنا نستمتع بحياتنا، نهتم بنفسنا، لان احنا لو اهتمينا بنفسنا هيعود على الاخرين. هتلاقي ان انتي مبسوطه، هتلاقي ان انتي قادره، عندك طاقه وعندك باور، تقدري يعني تخدمي اللي حواليكي، تقدري ان انتي تراعي اسرتك، تراعي ولادك وجوزك، وتهتمي بكل تفاصيل حياتك. فعشان كده انا كنت حبيت ان انا اشارك معاكم ده. فيا رب كده، يا رب يا رب تكونوا فعلا اتبسطتوا واستمتعتوا من الموضوع ده. تمام؟ انا لسه ما نزلتش اجيب بقى الحاجات، العبايات البيتي اللي هي بتاعه التصوير. ان شاء الله انا لسه هنزل، يعني استنيه بس وقت كده هنزل اشتريهم باذن الله، وهعرضها معاكم اكيد اكيد، يعني عشان برضو اشجعكم واحفزكم ان احنا كل شهر نجيب حاجه، او كل شهرين. يعني شوفوا بقى، عايزين تدخلوا جمعيه تعملوا مثلا بالتبادل زي ما انا ما عملت مع ماما، ممكن تدخلي اختك حماتك، يعني تعملوها كده زي كانها جمعيه صغيره. مش شرط تبقى شهور ياما، مش شرط تبقى افراد ياما، المهم الغرض بتاعها المبالغ الصغيره دي هي بس اللي تساعدكم تجيبوا كل اللي نفسكم فيه. عملت بقى زي ما انتوا شفتوا كده المواعين، عملت البوتاجيز، عملت الرخامه، ودلوقتي بمسح بقى الحوض. وبصوا خليت الدنيا فله 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 فله. يا رب بقى الفيديو الرغاوي بقى الجميله دي تكون بقى مشجعاكم، محمساكم ان انتوا تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. انا عن نفسي لما بشوف رغاوي قدامي بصوا بتشجع، يعني وانا بمنتج معاكم الفيديو دلوقتي بجد اتشجعت. انا عندي مواعين في الحوض عايزه اقوم اغسلهم، وعندي غسيل عايز يتطبق، ولسه ما فطرتش الولاد على فكره، لسه ما فطرناش. احنا قمنا من النوم، يعني انا قمت من النوم بدري شويه. شربنا شاي بلبن خلاص، انا وجوزي. يعني جوزي الشفت بتاعه يعني الاسبوع ده بالليل، فهو بيبقى معايا موجود الصبح. فقمنا شربنا شاي بلبن انا وهو، لقينا الولاد طلعوا قاموا لي وانا بعمل، فعملت لهم. ولسه ما فطرناش. قلت لهم بقى بصوا انا طلعت بقى عيش من الفريزر وكده، وطلعت يعني هنفطر.
عندي جبن وعندي بيفي. ف هنعمل بقى سندوتشات كده سريعه. وقلت لهم بقى همنتج بس الصوت قبل ما العيش كده طلعته من الفريزر يفك، وقلت بقى كده امنتج معاكم الصوت ونقوم بقى نفطر. وانا اتشجعت، يعني انا الروتين اللي انا بتفرج عليه بتاعي شجعني بصراحه. تعالوا بقى نرص الفاكهه كمان. كان جايب بقى جوافه وكان جايب عنب، كانت بصراحه قمر يعني. انا بقى بحب بقى كده ايه اطلع يعني للولاد بقى الفاكهه. انا طبعا ايه يعني بعد ما برصها بطلع لهم بقى، بعمل لهم كل واحد فيهم طبق كده، اقطع لهم بقى فاكهه ويقعدوا بقى ياكلوا. انا بالنسبه لي الولاد لما ياكلوا فاكهه احسن من الحلويات بصراحه يعني الفاكهه دي بصوا يعني بالنسبه لي حاجه كده قمر يعني. حتى لو هصرف، لو كل يوم بتصرفي بدل ما تجيبي حلويات تجيبي فاكهه، الفواكه حلوه بالنسبه للولاد طبعا، لان هم في المرحله اللي هم فيها محتاجين تاسيس، محتاجين يشربوا بقى كوبايه لبن، ياكلوا زبادي، ياكلوا بيض، ياكلوا فواكه خضروات. حتى لو انتي يعني انا كانت في دكتوره وانا بتابع لفريده وهي صغيره يعني وهي بيبي، في المرحله بقى اللي هي كانت بدات تاكل فيها وكده، كانت تقول لي بصي اكليها الحاجه حتى لو نيه. يعني ممكن مثلا هقول لكم، يعني عارفين الفاصوليا الخضراء؟ تمام، بتقولي الفاصوليا الخضراء مش شرط تاكلها في قلب الطبيخ، ممكن تغسلها لها كده وتقعد تاكلها كده زي الخيار مثلا. الكوسه نفس الكلام. البسله كانت تقول لي كده، يعني كانت تقول لي بصي مش شرط تعملها لها في الطبيخ، المهم ان هي تاكل خضار، تاكل خضروات طبعا، الى جانب بقى الخيار والطماطم والجزر والحاجات اللي هي ايه الاطفال كلها بتحبها يعني. فكانت تقول لي كده يعني. برضو لما كانت هي بيبي تقول لي بصي اكليها من اكلك، يعني انت مثلا بتسلقي لها الخضار وبتسلقي لها الحاجات، ممكن تكون هي مش مستطعمه، حط لها شويه ملح صغيرين. طب اقول لك اكليها يعني انت عامله مثلا بسله بالجزر ومش عارفه ايه، او عامله باميه او عامله ملوخيه، خدي لها معلقتين طعميها بالاكل ده، هتحب الاكل ده فهتاكل، لانه الاكل فيه يعني فيه حاجات مغذيه. انتي ممكن مثلا تاخدي الكوسه والبسله مثلا تضربيهم في الخلاط وتاكلهم لها كده بالمعلقه، فاهمين؟ فكانت بصراحه كانت تقول لي اكليها الحاجات دي حتى يعني تحب الحاجه. فما اعرفش ايه اللي خلاني اجيب السيره. ما تفتكروش ان انا عايزه اجيب بيبي، لا الحمد لله، الحمد لله والشكر لله على فريده واسر طبعا. بس انا مش عارفه يعني بمناسبه الاكل فافتكرت الموقف فقلت احكيه لكم يعني. بس كده بقى خلاص نشرنا كمان الهدوم، وكان روتين صغنون كيوت قمر. يا رب يكون الفيديو كان حلو وخفيف بالنسبه لكم. انا بصراحه ما حسيتش بالفيديو، ما حسيتش ان هو كده ان انا عملت يعني عدى بسرعه. عارفين اللي هو في فيديوهات كده بتعدي بسرعه في المونتاج. اشوفكم بقى بكره في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.